بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموقف اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في الخرطوم تشهد سيطرة كبيرة لقواتكم المسلحة، انتشار كبير جدا في كل المحاور، عمل بري كبير مسنود بالقوات الجوية، ونصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. الدعامة ده حال كما هو موضح في الصور، ويمكن نشرنا اليوم بعض الفيديوهات توضح ما هو حال اليوم. القحاط زي ما قال أحد الساخرين: الطلقة في الدعامي والآهة من القحاطي. هذه العجالة نتوجه بالشكر الجزيل لمصر حكومة وشعبا عقب فتحهم لقلوب قبل حدودهم، لدولة الكويت حكومة وشعبا أول من سيروا جسرا جويا لدعم السودان، للمملكة العربية السعودية اللي آوت المعتمرين العالقين لديها بأمر ملكي في الفنادق وتنتظم فيها الآن حملة التبرع والتضرع للسودان، لقطر اللي سيرت جسر جوي للمساعدات. لكن ليتكما أكملتما جميليكما بإماطة الأذى عنا وعن طريقنا بإخراس الأبواق المضللة والمأجورة في قناتي العربية والجزيرة. شكرا يمتد لسلطنة عمان اللي أرسلت منظمات مساعدات طبية عاجلة للمملكة الأردنية الهاشمية اللي قامت بعض منظماتها بتوفير أدوية عاجلة منقذة للحياة. الشكر يمتد لكل الدول اللي ساندت كدولة تشاد التي أغلقت حدودها في وجه المتمردين، لأشقائنا في جنوب السودان، للشعوب اللي بذلت لنا الدعاء: اليمن، الجزائر، العراق، الصومال، إريتريا، كل من دعا لنا بظهر الغيب. أما دول محور الشر التي ساندت حكوماتها تدمير السودان والتلاعب باستقراره وزعزعت أمنه وتعلم نفسها جيدا، نعلم حالتكم النفسية الآن بعد أن تم تدمير عميلكم وقواته رغم دعمكم الهائل له. اعلموا أن كل مواطن سوداني في هذه اللحظة يرفع كفه بالدعاء عليكم، يدعو عليكم بأن يجعل الله تدبيركم تدميركم، وليس ذلك على الله ببعيد، وليس هذا كل ما هناك. فبعد أن تضع الحرب أوزارها وبعد أن تم تصنيفكم كدول معادية لن تقوم لأحلامكم وطموحاتكم وأطماعكم في بلادنا قائمة، لا موانئ ولا ثروات، والفعل ما سترون لا ما تسمعون فقط بإذن الله تعالى. أخزاكم الله وأهلككم، والنصر لقواتنا المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.